تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل 2019 بالبقاء في السلطة عاماً واحداً في حال فوزه، قبل أن يجري انتخابات مبكرة لن يترشح فيها حتى يضمن انتقالاً سلساً للسلطة. وجاء في نص رسالة بوتفليقة بعدما أودع مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان ملف الترشح نيابة عنه أن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة. في وقت ثمن جناحا السلطة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي رسالة الترشح على اعتبار أنها تحمل إصلاحات عميقة وهي استجابة لمطالب الحراك الشعبي. علق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الرسالة مستوحاة بل مستنسخة من مبادرة التوافق الوطني التي دعا إليها حزبه. في المقابل انتقدت المعارضة نص الرسالة واعتبرتها محاولة لكسب الوقت، خاصة وأن مطلب الشارع كان واضحاً وهو الانسحاب من الترشح لعهدة رئاسية خامسة.